يا مساء العسل. هقدم معاكم النهاردة بيتزا الفراخ بصوص الرانش وبيتزا جبن. انا النهاردة اتصل بالراجل بتاع البيتزا، اقول له عايزة بيتزا صغيرة، يقول لي ب 300 جنيه. طب ما بدهاش بقى، نخش في الموضوع على طول. معايا هنا 4 مكاييل من الدقيق، يعني كوبايتين كبار ونص، وعليهم رشة ملح، كيس خميرة، حبة سكر، وهقلب كل مكونات الجافة على بعض. معايا حبة لبن، ومعايا حبة زيت، وبرضه هقلب. معايا هنا كوباية مية دافية علشان الخميرة بتاعتي، وهقلب برضه. هبتدي ان انا اخدها بايديا، اعرف ان العجينة بتاعتي تبقى ناجحة لما كل العجين اللي في ايديا ده يبقى مش موجود، تبقى ايديا نظيفة والبورد اللي انا شغالة عليه نظيف كده. العجينة هتبقى طرية معايا وهتبقى ناجحة ان شاء الله. زي ما انا بوريكم كده، ايديا اهي بتبتدي العجينة تلم معايا، لسه هشتغل فيها شوية. بقت معايا ما شاء الله زي الفل. ما انا متغاظه بقى، 300 جنيه بيتزا صغيره. هحطها في بوله وعليها حبه زيت، وهقفل عليها عشان تتخمر. اعمل بقى صوص الرانش. معايا هنا علبه زبادي، ومعايا 4 معالق مايونيز، معايا ملح وفلفل، بودره ثوم، بودره بصل، ومعايا بقدونس وشبت، وهقلب كله على بعض، ومعلقه لبن كبيره. بس الصوص خلص. معايا طاسة على النار فيها حبة زيت، انزل بالفراخ بتاعتي وبودرة ثوم وبودرة بصل وحبة ملح وحبة فلفل. بس خلاص الفراخ بتاعتي بالحشو بقى جاهز. هنا العجينة بتاعتي اتضاعف حجمها زي ما انتم شايفين، وبجد جميلة وطرية والله، وما تختلفش بصراحة عن العجينة بتاعت بره. هنا هبتدي ان انا اقسمها. دي عملت معايا 3 صواني كبار، يعني لو انت هتعمليها في صواني صغيرة طبعا هتعمل معاكي اكتر من 3 بنفس المقادير اللي انا بقول عليها. ابتدي ان انا اكورها، وهبتدي ان انا افردها علشان احطها في الصينية بتاعتي، وابتدي بقى انزل عليها باي حشو عندك في التلاجة، اي حاجة والله. فعلا العجينة حلوة، وزي ما انتم شايفين لما باجي افردها ما بتلمش معايا تاني، معنى كده ان هي اتخمرت وبقت زي الفل. فردتها في الصينية بتاعتي، وببتدي ان انا اعملها بالشوكة علشان تستوي كلها. افرد حبة جبنة، وعليها جبنة رومي وجبنة شيدر وجبنة موتزاريلا وطماطم وزيتون وفلفل، زي ما انتوا حابين. عايزين فلفل حامي برضو زي ما انتوا حابين، براح اي حاجة عندكم في التلاجة، بسطرمة، سجق، لحمة مفرومة، براحتكم. خلصت اول واحدة، تاني واحدة فردتها، حطيتها في الصينية. دي انا هعمل الحشو بتاعها من تحت صوص الرانش، وعليها الجبنة الموتزاريلا، وعليها فراخ اللي احنا لسه عاملينها، وبرضو الطماطم، وهنا فلفل حامي، دي انا هعملها حامية، والموتزاريلا. واخر واحدة هعملها ستافت كراست. وفي الصينية نفس الطريقة برضو صوص الرانش، بس دي مش حامي علشان لو في اطفال هياكلوا. وبرضو هنزل عليها ببقية الفراخ والخضار بتاعي والجبنة الموتزاريلا. بصوا، طالعة لونها وشكلها وطعمها والله جميل جدا، يعني حرام الفلوس دي كلها. بصوا معايا، تتقطع بمنتهى السهولة. العجينة حلوة قوي وطرية وانضف واحلى من بره كمان. اهي زي ما انا ما بوريكم كده خلصت معايا. ودي بقى ايه، عشان حامية اظبطها احط عليها صوص الرانش. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة بتاعه العجين، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. مع السلامة.